ايه يا جماعه الحلاوه دي؟ على فكرة بقى يا نهلة، كلنا في بيوتنا بنعمل أكل أحسن منك. على فكرة أنت أقل من العادية. أنا مش عارفة الناس بتحبك على إيه. هو في إيه يا حبيبتي؟ أنا عايزاكي تعملي الأكل ده وتقولي لي رأيك. أنا أصلا طالعة علشان أنت تبقي أشطر كتكوت. يلا يا جماعة نعمل أكل حلو جدا جدا. فراخ مشوية، رز بسمتي، بطاطس معمولة بطريقة روعة، والصوص ده يجنن يجنن يجنن، هيخلي الشارع كله يتلم عليكي من حلاوته ومن حلاوه الريحه ومن جمال الاكل. فراخ بقى على الصوص اللي عملناه ده على البطاطس، يا نهار ابيض، هو ده الديناميت. ايه الحلاوه دي، اقسم بالله فظيع. والفراخ دي تبلي وارمي في الفرن واقعدي كده باشا، وبعد كده الاكل هيجهز وتلاقي نفسك عملتي احلى اكل. يلا بقى نعمل احلى واسهل واسرع واريح فراخ مشويه. فعلا يا جماعه طعمها حلو قوي قوي، هتريحك جدا جدا، مش هتتعبي نفسك خالص. حتى الرز ده رز مسلوق، بس بصي مفلفل ازاي عشان طبعا ليه طريقه معينه. بصوا بقى، دي فراخ طبعا فرخه 2 3 براحتك. انا كنت قبلها بيوم غسلها كويس جدا جدا ومقطعاها. طبعا هي الفرخه متقطعه على 4. دي فراخ بيضه يا جماعه، حجم وسط، حوالي كيلو ونص الفرخه. وسايباها في بصل مبشور وملح وفلفل اسود، ومشققاها كده عشان احشيها بالبصل ده، واتثابت في التلاجة من قبلها بيوم بالليل، او على اقل واجب يعني 3 ساعات تقريبا في التلاجة عشان تشرب الطعم. دلوقتي تجيبي صينيه، تحطي فويل، تحطي ورق زبده، ترصي الفراخ بتاعتك بالبصل بتاعها. طبعا انا كنت بشرب المبشره، فهتلاقي بصلايه كبيره، بصلايه مبشوره، وطماطميتين كبار مبشورين، توزعيهم كويس جدا جدا. وانا ما حطيتهمش من الاول، ركزي، انا من الاول حاطه بصل بس، انا دلوقتي حطيتها بعد. وبعد كده ترشي التوابل بتاعتك، ملح وفلفل اسود وكبابه صيني، وكمان شويه بابريكا علشان بتدي لون حلو جدا للفراخ. انا هبتدي ان انا اقفلها برضو، بس الاول عايزه احط لها شويه زيت، ومحضره جنبي برضو نفس الشيء ورق زبده وورق فويل. الفرن متولع قبلها بربع ساعه على اعلى درجه حراره، حطيتها في الشبكه اللي في النص، سبتها حوالي 50 دقيقه. انا دلوقتي بشرت طماطميتين عشان اعمل صوص حلو جدا للبطاطس. طبعا انا حطيت 3 4 معالق زيت، ونزلت بشويه تشيلي فليكس او بشطه. طبعا يا جماعه ده المحب السبايسي، ما تعمليش كده ابدا لو مش بتحبي السبايسي، او لو هتكحي جامد من الحركه دي. قطعت فلفل اسكندراني وفلفل احمر رومي، اي نوع فلفل عندك طبعا يصلح، اذا حابه يعني تعملي صوص البطاطس ده جامد جدا جدا. فتشوحي بقى الفلفل ده في شويه الزيت دول، وبعد كده تروحي شايلاه خالص. وفي نفس الزيت ده، ليه انا عملت الحركه دي؟ الزيت دلوقتي شرب من طعم الفلفل. رحت بعد كده حاطه معلقه كبيره من الثوم المفروم، وشوحت كويس جدا، ما خليتهاش بقى تغمق. رحت نازله بطماطم مبشوره على معلقتين من الصلصه، حوالي طماطميتين كبار كده على معلقتين من الصلصه، وشوحت كويس جدا جدا. وتبلت عندي بملح وفلفل اسود وشويه بابريكا كده. وطبعا ما نحطش شطه بقى عشان احنا مغرقين الدنيا شطه، خلاص كده كفايه. ولو من الاول خالص عايزه الفلفل يبقى رومي وما تحطيش شطه خالص، عادي جدا اعملي كده. رجعت الفلفل تاني اللي انا كنت محمراه في شويه الزيت، وبعد كده بقى صوص حلو قوي للبطاطس. قطعت البطاطس يا جماعه وقدحت الزيت ونزلت بيها، بس كنت سايبه البطاطس في ميه، يعني ميه غليت، قفلت النار وحطيت البطاطس 3 4 دقايق. بتفرق جدا، بتخلي البطاطس حلوه قوي. المهم يا ستي، حمرت البطاطس او تحمريها بقى في الاير فراير او براحتك. المهم يعني ان البطاطس دي مع الصوص ده طعمه حلو جدا. فحطيت بقى ايه الصوص الاول، وحطيت عليها البطاطس. وما تتبليش البطاطس خالص، الصوص ده كفيل لوحده ان هو بيطعمها وبيخليها حلوه قوي، ولا تحطي ملح ولا فلفل ولا كمون ولا اي حاجه خالص. بعد كده دلوقتي بقى انا ايه، عدى 50 دقيقه زي ما قلت لك، رحت ايه شايله الفويل. وطبعا كان الفرن متولع قبلها بربع ساعه يا جماعه، والموضوع ده مهم جدا. انا دلوقتي بس بختبر كده، بشوف استوت ولا لا. لقيتها تمام استوت، دخلتها بقى تاني وولعت الشوايه وطلعت الشبكه لفوق، واخدت من الصوص اللي نزل منها اللي انتوا شايفينه ده عشان المع بيه وش الفراخ، وسبتها حوالي ربع ساعه تحت الشوايه او 10 دقايق، يعني انت برضو راقبيها وتابعيها كده عشان ما تتلسعش منك. وحضرت فحميتين وطشيتهم كده باي حاجه بقى، باي ماده دهنيه. وبعد كده ترجعي تقفليها تاني وتسيبيها كده 10 دقايق ربع ساعه. ودلوقتي بقى احنا بنعمل الرز يا جماعه، ده رز بسمتي. الرز البسمتي لازم تنقعيه، اول شرط من شروطه لازم تنقعيه. انا حطيت كوبايتين رز نقعتهم 10 دقايق في ميه عاديه جدا، وبعد كده رميت الميه وشطفته وغليت ميه على النار. الميه دي تكون مغطيه الرز بعقله صباع فقط، مع اني بسلقه. انا سبته 10 دقايق يشرب الميه كلها من غير ما اشوحه في اي حاجه خالص، عقله صباع بس، خلي بالك مش ميه كتير. 10 دقايق على نار عاليه لقيته شربه، وطيت
وحطيت حته زبده كبيره او سمنه بلدي، ووطيت بقى وحطيت تحتيه شياطه، وحطيت ملح وفلفل اسود، وتقفلي عليه حوالي ربع ساعه تاني. يبقى هو خد 10 دقايق في الاول وربع او تلت ساعه تاني، وده كده رز مسلوق والزبده فيه فريش، فطعمه يجنن وحلو قوي. وخلاص كده خلص. حطيت عليه شويه زبيب. طلعت بقى الفراخ، مهما اقولك طعمها حلو قد ايه، وكانك والله شوياها، مع ان الموضوع مش متعب خالص. يعني زي ما انتم شايفين كده، هو اتحط في الفرن، والبطاطس الحلوه بتاعتنا دي اتعمل لها صوص في ثواني. ما وقفتيش في المطبخ كتير خالص، ما وقفتيش قدام البوتاجاز غير 5 دقايق يا دوب، عملتي صوص البطاطس وحمرتي البطاطس، والفراخ مع نفسها بقى في الفرن. بصوا الحلاوه، بصوا الطعامه، وكانت عامله زي الزبده وطعمها حلو. هنا بقى عملت ساندوتش، حطيت فيه بقى البطاطس بالصوص والفراخ، وبصي بقى والجمال عدى الكلام. ما انتوا لو ما جربتوش انا ماليش دعوه، انا ماليش فيه، انا قلت لكم. الفراخ بقى على الصوص اللي عملناه ده على البطاطس، يا نهار ابيض، هو ده الديناميت. تحطيه في الساندوتش، تاكليه بالمعلقه ولا بالشوكه، تاكليه بايدك، يجنن في كل الاحوال، هتلمي البيت كله عليكي من حلاوته. ولايك وشير لو عجبكم الفيديو، بحبكم قد الدنيا دي كلها، ما تحرمونيش من كومنتاتكم الحلوه، واشوفكم الفيديو الجاي حلوين. باي باي.